اتفضلي. ميرسي. راح اجيب لك الاسبريسو وارجع. ربنا كريم. يخليك. فهمي؟ حبايبي. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عامله ايه؟ اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك تمام. ايه؟ انت اخبارك انت ايه؟ زي الفل. كويس؟ الحمد يا لله. امزي، اهلا اهلا اهلا. ازيك؟ ازيك يا كريم؟ ازيك؟ عامل ايه؟ عامله ايه؟ تعالى يا كريم. مشرفانا. اتفضل اتفضل يا كريم اتفضل. مشرفانا. ده انتوا والله العظيم لما عرفت اللي انت جايه مشرفين. النهارده اتبسطنا والله. جداً. بجد والله حسيتوا العظيم. بايه؟ حسيتوا بانتعاشه كده وفرفشه؟ انا كنت هلبس بدله بس كملت لا حاجه تانية. اقول لك انا حسيت بايه الصراحه. لسه هلبس بدله وقلت كارديجان. كملت. انا حسيت بس Thank you. فكره ميرسي. ان احنا اول لما تجي لنا اي ست بحس ان احنا هنخش في ديبيت بقى الرغي والفهمه، وهنروح في حته الملل الفظيع. ليه يعني؟ ايه ده؟ والله انت ده العظيم. انت داخل كده على طول والله ابدا لا تديني خالص. اوفر الملل. انا مش بتكلم عليك انت شخصيا، انا لا بتكلم ماشي. عموما يعني. لا بس عموما ليه بيبقى ملل؟ بالعكس. امال ثانية عايز اسالك سؤال. هو لما انت تبقى قاعد مع ست، هو انت المفروض تتعامل مع مين؟ ما الرجاله كلها بتتعامل مع الستات، فاكيد الستات مش تبقى ممله، لان اكيد هم دول الموجودين البشر اللي في بس ممكن الدنيا. يبقوا مجبرين مثلا. 1-0. لا 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 واحد ثواني صفر. ثواني بس. طب ثانيه ممكن يبقوا مجبرين. لا 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 مش مجبرين فكره إيه؟ مش بس فكره هو راجل وست زي ما انت قلتي. اه طب ما هو انا مجبر ان انا اتعامل مع الكائن التاني غصب عني. ما هو ليه؟ طب مين قال لك كده؟ ده الرجاله دي بتبقى اساسا مبسوطه ان في ستات في حياتها، والست بتبقى مبسوطه ان في راجل في حياتها. طب هي الست بتجيب ايه غير النكد؟ بالرغي والزن ده انتوا والقفش اشقية قوي. وانت طب اخترت ليه المصطلح يا احمد تماماً فهمي؟ لا لا طب اللي بجد كنا بجد بنتكلم الست فيه. بتعمل ايه غير النكد؟ بتعمل كل حاجه زي غير النكد. كل لا مؤاخذه السبورت مش زي. سبورت السبورت. على طب فكره قولي زي انا اللي هتقوله ايا كان هي هتقوله انا مش مختلف معاه. زائد النكد. زائد النكد. يعني ما هو بتعمل كل حاجه. طب انا عايز اسالك سؤال. ايه انتوا ايه كونسبت النكد ده اللي انتوا شاغلين نفسكم بيه؟ والله انتوا مش شاغلين، ما دي حقيقة. زي قاعدين ما انت قلتي كده، الراجل عايش مع معايا الست. انه بجد اصل انا بحس ان انتوا فعلا الراجل شايف ان الست نكديه. طب ما ده يعني حقيقي. انتوا الدرجات دي شايفين لا هو بتحسي ان هو بيجي مثل باكج يعني ان الست جايه مع بلس النكد؟ بالظبط. مش مع يعني بعض. هي مش جايه بانها بتحتوي البيت، مش جايه ان كلهم، هي شايله مش كلهم. العيال، موجود. مش جايه ان هي مثلا مطحون انت جاي من شغلك عامل كده وهي مستحملاك. حلو بس ومثلا بتعمل مثلا تفصيله. لا بس هقول لك على حاجه. ثانية انت بترجع من الشغل عامل كده طبيعي بيعمل ايه؟ بيعمل لا لا إزاي؟ طبيعي يبقى طبيعي. احمد فهمي جاي لا كده. بس اقول لك على حاجه، بس كل مسؤوليه من اللي انت بتقولي عليها دي بلس معاها النكد. يعني هتلاقيها مثلا بتشيل مسؤوليه العيال بس بتنكد عليه، اصل من العيال فراغ. النهارده اصل انا مش طب عارف ليه ايه يا ده. احمد من فراغ؟ يعني هي الست مثلا عايزه تنكد عليك. آه. طب ليه مين الست قال لك بتشوف كده؟ متعه في النكد اديني اكزامبل وانا اقول لك. في كل حاجه، مش اكزامبل اديني زي ايه؟ ما تدينيش حد معين، اديني زي ايه مثلا؟ يعني انت راجع من الشغل هتلاقيها مثلا بتقول لك ايه؟ اوكي الست انا راجع في الشغل، اول حاجه مثلا فكره التايمنج في الكلام. يعني دلوقتي لسه البيت انا مثلا ايه ده؟ انتوا اخوات ليه؟ ولا ايه؟ اصل إيه ده؟ الاستاذ لا بس انا دي كان مقتنع بيقول بيها لها مليون في في المية. هتلاقي مثلا الراجل لما يجي يقول معلومه بيختار وقت معين، مش لازم بس بجد بيختار ايه بقى؟ انا عايزه اعرف بس الراجل بالنسبه هقول لك على لكم حاجه. بيختار الراجل إيه؟ بيشغل دماغه قبل ما بيتكلم. الست لا. لا خالص على فكره. يعني بيشغل دلوقتي الراجل دماغها. مثلا ممكن هي تبقى عارفه دلوقتي حالا ان هو مطبق وبقاله 3 ايام ما بينامش وتعبان وكده، تيجي تكلمه في اي مشكله وخلاص عشان عايز تنكد وخلاص. لا خالص على فكره. الراجل لا اللي انت بتتكلم عنه ده يبقى ده شخص على طول بقى عايز يبقى قاعد كول من غير ما حد يجي يطلب منه طب طلب. وليه ليه انا المشكلة إن هو قاعد انا لا بعد اذنك اكيد في بعد طلبات إذنك. في الدنيا. ما احنا الست هتفضل شايله ولا الراجل هيشيل معاها؟ هو- يعني دلوقتي انت عايز هقول لك اتفضلي بليز. يعني دلوقتي هتبقى انت مثلا في طلبات مليون الف حاجه مهمه ليك او ليها او للعيال. ما حلو. تجيش تقول لك ان في حاجه للعيال. تيجي تقول ماشي. تيجي تقول بس في الوقت المناسب. طيب ما هو انت طول الوقت هيبقى عندك وقت مش مناسب لو انت مش الشخصيه دي. بالظبط، يبقى خلاص يبقى تهدى بقى. يا خلاص راجل طبعا. نقعد بقى نكلم الجيران. الو ابو حماد. لا، ما تكلمش بقول لك ايه يا الجيران، ابو ما حماد تكلمش ادفع الجيران. لي يا المصاريف. جماعه في حقيقه قول يا علميه أستاذ ابو حماد بتقول- مين؟ ما اعرفش في غير حقيقه الجيران. علميه بتقول ان الست بتحب تنكد على جوزها عشان تفضل شغلاه وعشان يفضل تشد انتباهه ده حقيقي. وعشان صح. تشد ربنا. انتباهه عن اي حقيقي. ست تانية. طب ليه؟ ده بالعكس، ده الست المفروض اصلا تريح لا نفسها ما هو وتريح فرق بالها التفكير كده وتبقى امس، شايفة هو فرق نفسها. التفكير. هو فرق التفكير. هي عندها قناعه ان هي لو ريحته هي خلاص ارتاح هنا يتبسط بره كمان وبتبقى حياته كل حاجه، انما لو نكد عليها تقعد تشغل بس دماغه انت لا، بتقولي لا، الست لا، لا، بتشوف، ده الست ما- ما بتشوفش. ده ما فيش يعني ست بتفكر كده. الست ما بتشوفش. ما هو انتوا تعرف مش شو عارفين. مثل احيانا في إحنا اجهزه كهربائيه يعني عرفت بتشتغل مثلا على 120 او 220 صح. يعني في فرق بال سرعات. بالضبط، في فرق بالسرعه احيانا وتحديدا بموضوع النكد. يعني على سبيل المثال مثلا آه. ما بعرف ايمي اذا بيصير معك يعني احيانا بيكون الرجال مشغول اوكي، والست بتعرف انه هو مشغول وعم ينطحن بشغله عشان البيت فجأة يعني بيجيله بيمتحن مسج. عشان البيت. ماشي على دماغي يا عم. فجأة بيجي له مسج، شوف مسج على التليفون اوكي
الو من أوكي؟ الست من أو مراته ايه مش فاهم. او الفيس اللي هو بتاع بتناقشه. اهو واحدة طيب دي ما هو واحدة بيقول لك بتهزر. ما هي بقى فكره المناقشه دي احنا بالنسبه لنا نكد. ليه لا، هو ما انت عارف شرط ثانية التعجب ثانية دي. واحدة بب- بب- صباعك بب- وجعك قوي لما شفت الالو او الاعادي حصل ايه؟ بتكلمك الطريقه نفسها بتكلمك. بتنكد. لا هي مش الطريقة. هتقفل على كده الو بس تقول ايه انت بقى؟ هتفتح بقى هتدخل ماتش يعني عظيم. اللي هو ايه يا بيه؟ هي لا ليها دي يعني اللي مدخل. هو رد، يعني رد عليا. ها طيب. طيب عارف ايه يا ها؟ حبيبتي في ايه يا ها؟ حبيبتي؟ عندها مشكلة دي أكيد عندها لا ساعات مشكلة. بيبقاش في مشاكل هيبقى عندها ايه وكتير. مثلا؟ صباعها اتكسر، لا ضفرها ولا مش... اتكسر؟ انت على فكره بتتكلمي دايما لازم في مشكله، مش لازم يكون في عيال حصل لهم حاجه، ولا لازم في مدارس لا ولا في هو احنا لا بنتكلم لو في انت العادي. مطحون في شغلك اكيد هيبقى عندها في مشكله، هي اكيد بعدها الست ما بيبقى- بتفكرش كده. لا ليه ما بتفكرش كده طبعاً يا ما عم؟ ما انا بتفكرش ست كده. اهو عارفه. بس ممكن اكون انا مش هاخد نفسي ريفرنس، لان انا بعتبر نفسي انا اكسبشن، انا مش انا عايشه في ملكوت تاني. لا معلش انا اسف انا هقول لك على شخصيتي حاجه. في اللا لاند هقول لك على حاجه. مالكوش دعوه بيا، بس انا بتكلم لا، عن عامه الست ان جنرال. صح، احنا بنتكلم على الست ما بتكونش عموماً. قصدا ان هي تقرفك يا كريم. اقول لك على حاجه، اقول لكم على حاجه. اه في واحد اسمه عبد العزيز كلثم. عبد العزيز كلثم ده اسمه كالسيوم. كلثم ماشي. عمل احصائيه على الرجاله اللي مراتاتهم نكديه. ولقى ايه الاستاذ هقول لك كالسيوم؟ بس حاجه. ماشي. عملها على 200 حاله، يعني 200 راجل. لقى ان فيهم صفات مشتركه كلهم. اول حاجه متدين، اوكي، بر باهله جدا، ايوه ناجح في شغله جدا، ايوه جسمه حلو جدا او جسمه رشيق جدا. اكيد ماشي. في مرض ولا مفيش مرض؟ بص، اللي جسمه رشيق ده جدا بيقول لك بتسد نفسه، ده حقيقي. عايز يهرب من البيت والقرف والكلام ده كله، بيركز في شغله جدا، بيبقى ناجح في شغله. بينجح في شغله. ده حقيقي مليون ماشي. في المية. لأن ماشي. 24 ساعة بره ماشي. البيت. ماشي. لا مش اهدوا عايز على ياكل نفسكم. من اهدوا على نفسكم كمل- يا شباب. كمل طيب اقسم المعلومة. بالله اقسم بالله ده انا امسككم انتوا الثلاثه كده على يا مؤاخذه، ريت. يعني يا ريت، اشقلطكم يا زي ريت. الفطيره بالكلام. اتفضل كمل يا كريم. انا بقول حاجات نظريات، اعمل ايه طيب؟ كمل وبعدين تلاتة. النظريه بس ابقى ذكرني بيها. طب تلاتة. اسمعي طيب الراجل خليه ماشي يتكلم. ماشي ما هو انت عارف ان لما نرفز، عمال ينرفز. البني ادم بيموت، الراجل اخر حاجه بتتحلل دماغ مخه، والست لسانها. طبعا ده يا ما لذيذ يا يتحللش لذيذ يا كمان. لذيذ يا واد يا لذيذ يا كريم. ده حقيقة والله. لسانها ماله فرقله. اخر حاجه هي بتتحلل في لسانها. بقول لك ايه يا كريم؟ في شدود عايز بقول اكله. لك ايه؟ اسمعي الراجل. انا مش عارف. الراجل خليه ما هو يتكلم. اللونجين بتضحك بتاع ليه؟ ما هو ده كريم فاهم، انا عارفاه بيبقى فيه بقى استأني ده. تالت حاجه بر جدا بامه بالذات، لان هو بيحس بقيمتها جدا، وبيسيب برضه البيت ويروح يقعد عند امه، فبيقول لك ان هو بيبقى بر جدا بامه. المكان إيه ده يا الحنين. جماعة؟ المكان أمه دي الحنين. ست. الحاجه الرابعه، بس دي انا مش مقتنع بيها قوي، انه بيقول لك ان هو بيبقى متدين وبتاع، لان هو بيتحاسبن على مراته كتير، فذكره في ذكر كتير في لسانه والكلام ده. بس لسانه دي رطب يعني بذكر لسانه الله رطب يعني. بذكر. بقول لك ايه يا كريم؟ سيبك من ده، الاخيره دي ده، بس الباقي كله قال لك النظريه دي عبد العزيز كلثم ده كالسيوم ده تعبان قوي. العمر بتاع بني ادم معدله كام ده؟ في 90 في 80. طب انا عايز اقول لكم علميا ان هو 150 سنه اصلا. اللي هو طيب انت قصدك ان احنا معدل. اللي قصرنا عمر الراجل ده؟ يلا اسمعيني طيب. ادي كريم اسمعيني. انت بتهزر. ده اساسا الراجل ما طب يعرفش هقول يعيش لك من على غير حاجه، انت ست. عمرك شفت الراجل في ما يعرفش حياتك يعيش من غير واحده ست. ست قرعه صلعه عندها حاجه؟ يعني ايه عندها الراجل حاجه؟ أنا بيقع شفت. من النكد. أنا شفت. الراجل بيجي له ضغط من والست النكد. شعرها بتقع برضه على فكره. إيه؟ معظم الستات شعرها بيقع طبعا من الستريس عموما، مش فين ده؟ لازم يبقى يعني من فين؟ نكد الراجل. في بجد ستريس في انت عمرك الدنيا. شفتي ست ايوه طبعا مين قرع؟ طبعا في ستات شعرها يعني كله مثلا بينزل. بعيد الشر عن شعرك، بعيد الشر لا عن انا شعرك. شعري الحمد لله يا رب، ربنا يسعدني تعرف في سلوى انهي حياتي. سلوى دي اللي هي مليانه وقرعه كده؟ مفيش سلوى عمرك مياس، سمعتيها؟ سلوى مياس. طب ما سلوى احنا لا، يعني ربنا ثانيه ربنا خلق ان الراجل فيه رجاله بتصلع، نعمل لكم ايه؟ ما هو بس يا الستات حبيبتي شعرها ده الهرمون بيقع. بقى، ما لو تيجي لي انا بقى اقول لك. بقول لو لك تجيني ايه أنا بقول لك ايه انا يا ريت لو تعالي. يا ريت انتوا بس طب لو انت عارفه ان بقول لك ايه، ما معلش تيجي أنا ما آسف تيجي يا كريم، تقلب بس- كده وتستحمل ثواني، الحمل ثواني. والولاده وتشوف واستحمل ليه؟ انا استحمل واروح ليه؟ انا الجيش، ما تاخدني انا الجيش بجد يعني. نروح الجيش كده مره، انما تقعد تولد بقى عشان هو عايز ولاد ونفضل بقى تخلف له في ولاد وبعدين تربيهم وتعلمهم. مش هسكت. بتقولي ايه؟